صباح الخير. النهارده هنشتغل مع بعض حاجه مهمه جدا، وهي السبامب صوص. ممكن اركبه على حاجات كتيره، ممكن استعمله في اللحمه، ممكن استعمله جنب الفراخ، ممكن استعمله في الباستا، ممكن بيطلع لوحده من الباستا زي الفيجيتوريس، ممكن استعمله زي سوب. فالسبامب دايما غني بالطعم وطعمه مميز جدا. النهارده هنعمل الصوص اللي بيتحول منه، ممكن احوله لصوبا وممكن احوله لصوص للمكرونه. هنشتغلوا مع بعض سنه سنه. هبتدي اخده على الستيك، هنزل بالسبامب بتاعي، والهدف من عمليه تحمير السبامب بتخلص من الميه اللي فيه، فباخد الطعم ريدوسيرت شويه او مركز، فبشتغله بالطريقه دي. وهو كده كده بيخس بعد فتره لان السوائل اللي فيه بتتبخر، واسيبه لمده 5 دقائق لغايه ما يتحمر. طبعا انا مش هحط اي مكونات وهو على الستيك بورد، بحيث ان انا احتفظ بالمكونات اللي انا عايزها في الصوص لما احطه في الحله او في الكاسترول. دي عمليه بس مبدئيه ان انا بطلع منه الميه. كده انا وصلت ان السوائل ابتدت تطلع، بس انا مش عايز اخسر السوائل كلها، فاوصل للمستوى الوسط دون من تحمير السبامب، وابتدي انقله معايا للحله الاساسيه. ابتدي انزل بالمكونات الاساسيه. انزل بزعتر فريش، افخم الطعم معايا بحته زبده، انزل بشويه بصل جوليان، ابتدي اقلب البصل بالزعتر بالزبده واسيبهم يتجانسوا مع بعض ويطلعوا لي طعم اللي انا هستخدمه الاساسي في الصوص. هنزل معايا بمعجون الثوم، اسيب الكلام ده كله يتجانس مع بعضه لمده 5 دقائق، بحيث ان انا اخد الطعم من البصل، هاخد ريحه الزعتر وطعمه. السبامب بيحتوي لسه على سوائل، فهاخدها وابتدي ابني بيها الاساس بتاع الصوص بتاعي. بعد كده هننزل بخل العنب الاحمر لان هنستخدمه في اللحمه، فخلي العنب لما انا هغليه هيطلع المزازه منه، هاخد بس طعم العنب للصوص. فيبقى احنا كده شغالين احترافيا وشغالين كميات وشغالين كل شيء. كده انا وصلت شويه لنوع من انواع الجرون. بسيب الكلام ده يتفاعل معايا لمده 10 دقائق كمان. وطبعا انا سبت الكلام ده يتجانس شويه، هبتدي انزل مرقه اللحم بحيث ان هو ينخرط في النسيج الاولي للصوص. طبعا انا بعد ما سبت الكلام ده يتجانس لمده 10 دقائق، ابتدوا يوصلوا لي للباستا دي اللي انتم شايفينها، او المعجون الاولي للسبامب زي ما احنا شايفينه. ابتدي انزل معايا بالمكونات الاساسيه. هنزل باللبن بتاعي الاول، بحيث ان اللبن بيقبل درجه غليان اكتر من الكريمه. وطبعا زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنشتغل الصوص 40% لبن 60% كريمه. اسيب الكلام ده يغلي كمان 10 دقايق. وبعد ما وصل معايا الصوص لدرجة 70 هبتدي احط الكريمة بتاعتي. وطبعا انا كده وصلت للكمية اللي انا عايزها. ما ننساش الملح والفلفل الاسمر، الكلام ده كله يروح مع بعضه ويتجانس. هنيجي للمرحلة الثانية، اديله شوية سينب وارجع اعمل له ميكس بحيث ان هو يتجانس معايا. وطبعا هاجي اخر مرحلة هي مرحلة الربط. بربط الصوص بتاعي بالنشا المحلول في ميه لغايه اما ياخد القوام بتاعي. طبعا في مرحله الربط انا لازم اربط والصوص سخن، لان اتفادى مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انا لو ربطت الصوص وهو بارد، اول شيء السبامب او الخامبينيونر هينزل تحت في الحله فهيتحرق، ويبقى انا كده بوظت الصوص على اخر لحظه. المشكله الثانيه ان انا لو ربطته ربط كداب وهو 70-80 درجه حراره، فببتدي ازود النشا اكتر، وبقول ان كده وصلت لمعدل الربط بتاعي الممتاز، ولكن بتفاجئ فيه بعد ما يبرد ان هو بقى شوك او تخين، فبيبتدي يبقى بوريه مش صوص. كده احنا عملنا معانا صوص السبامب زي ما احنا شفناه. ابتدي استخدمه في حاجات كتير، ممكن استخدمه مع الفراخ، ممكن استخدمه مع اللحمه، ممكن استخدمه مع المكرونه، ممكن اجيب بطاطس واحط فيها الصوص دون واقلبهم مع بعضهم واحط جبنه، فيبقى انا عندي بطاطس جراتينج بطعم السبامب. استخداماته كتير جدا ومذاقه هايل وبينفع لكل شيء. وشكرا للمتابعة.